يتشوق الجمهور الجزائري لمشاهدة المنتخب الوطني والوقوف على إمكانيات اللاعبين الجدد بعد الخروج خالي الوفاض من كأس إفريقيا الأخيرة بالمغرب. وستكون المباراتين القادمتين للخضر فرصة كبيرة لتقييم مستوى المنتخب الجزائري قبل خوض نهائيات كأس العالم الصيف القادم. تعرف معنا على موعد وتوقيت مباريات الجزائر الودية هذا الأسبوع. ولكن قبل أن نبدأ في عرض هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أول مواجهة للخضر ستكون ضد منتخب غواتيمالا يوم 27 مارس على الساعة 8:30 ليلا بمدينة جنوة الإيطالية، وهي مباراة ترميم الحالة النفسية، حيث يطمح الطاقم الفني إلى استعادة توازن اللاعبين وثقتهم بأنفسهم بعد الخروج من كأس إفريقيا أمام نيجيريا عبر تحقيق فوز معنوي مريح على المنتخب المتواضع غواتيمالا. وينظر بيتكوفيتش إلى المباراة كحقل تجارب مفتوح يتيح له منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الجدد واختبار خطط تكتيكية متنوعة أمام منافس يسهل السيطرة عليه ميدانياً، قبل مواجهة أوروغواي في مباراة ثانية صعبة جدا ستكون يوم 31 مارس في 8:30 ليلا بمدينة تورينو الإيطالية، وهي مواجهة قوية أمام رفقاء نجم ريال مدريد فيدريكو فالفيردي، وتعتبر اختبارا حقيقيا لعيسى ماندي ورفاقه أمام منتخب عالمي معروف بقوته وتنظيمه. والأكيد أن الأنظار كلها ستكون مشدودة لهذه القمة الودية. بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. وفي الختام، ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراتي الجزائر ضد غواتيمالا والأوروغواي؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.